الدراسة بشكل صحيح ليست بكثرة الساعات، بل بمدى ذكاء وفعالية الطريقة التي تستخدمها لتستغل وقتك وطاقتك بأفضل شكل وتصل لأعلى درجات التركيز والحفظ. إليك الدليل العملي للدراسة الصحيحة. 1. التجهيز والبيئة المحيطة تخلص من المشتتات. الهاتف هو العدو الأول للتركيز. ضعه في غرفة أخرى أو تفعيل وضع عدم الإزعاج أثناء الجلسة الدراسية. مكان مخصص. ادرس على مكتب أو طاولة في إضاءة جيدة. ابتعد تماما عن الدراسة على السرير، لأن عقلك سيربط تلقائيا بينه وبين النوم. 2. أفضل استراتيجيات المذاكرة الفعالة بدلا من مجرد قراءة الكتاب مرارا وتكرارا، وهي طريقة غير فعالة. جرب هذه الأساليب العلمية. تقنية فاينمان تكنيك. بعد قراءة درس معين تظاهر بأنك تشرحه لشخص آخر أو لطفل صغير بأسلوبك الخاص وبأبسط الكلمات. إذا تعثرت في نقطة فهذا يعني أنك لم تفهمها جيدا وتحتاج لمراجعتها. الاسترجاع النشط Active Recall. أغلق الكتاب واختبر نفسك. اكتب كل ما تتذكره على ورقة بيضاء، أو قم بحل أسئلة وامتحانات سابقة. إجبار عقلك على استخراج المعلومة يثبتها ب10 أضعاف القراءة العادية. التكرار المتباعد Spaced Repetition. لا تدرس المادة كاملة ليلة الامتحان. راجع الدرس بعد يوم، ثم بعد 3 أيام، ثم بعد أسبوع. هذا ينقل المعلومة من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. 3. إدارة الوقت تنظيم الجهد. تقنية بومودورو. ادرس بتركيز تام لمدة 25 دقيقة. خذ استراحة لمدة 5 دقائق. تحرك. اشرب ماء. لا تفتح الهاتف. كرر العملية 4 مرات، ثم خذ استراحة طويلة 20 إلى 30 دقيقة. هذه الطريقة تمنع عقلك من الإرهاق وتصون تركيزك طوال اليوم. 4. العناية بالجسد والعقل. القدرة الاستيعابية لعقلك تعتمد مباشرة على صحتك البدنية. النوم الكافي. الدماغ ينظم المعلومات ويثبتها أثناء النوم. من 7 إلى 8 ساعات ليلا ضرورية جدا. السهر الطويل يضعف الذاكرة. التغذية والترطيب. شرب الماء بانتظام يحافظ على نشاط الذهن. ركز على الأغذية الصحية وتجنب الوجبات الثقيلة الغنية بالسكريات قبل الدراسة، لأنها تسبب الخمول. نصيحة ذهبية: ابدأ دائما بالمواد أو الفصول الأكثر صعوبة في بداية يومك، لأن طاقة عقلك وتركيزك يكونان في أعلى مستوياتهما.